تخيل إنك دفنت حد قريب منك بإيدك، وبعد سنين اكتشفت إنه كان لسه صاحي. تخيل إنك بتشوف الدنيا بطريقة مختلفة تماما عن اللي كل الناس بتشوفه. وتخيل إن آخر جملة قلتها في حياتك كل اللي حواليك ضحكوا من غير ما حد يعرف إنك كنت بتودع. ده مش فيلم، ده حصل فعلا. وحياة الراجل ده كانت أغرب من أي حاجة تانية ممكن تتخيلها. وعشان نعرف الحكاية من أولها لازم نرجع بالزمن لورا شوية. اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لأيام زمان. بس قبل ما نبدأ الحكاية ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، وكمل معايا الحكاية دي للآخر، لأن الحكاية دي غير أي حكاية سمعتها، والنهاية حقيقة هتصدمك. القاهرة 22 ديسمبر 1910، وتحديدا في حي المغربلين. شوارع ضيقة وناس أصيلة. هنا اتولد محمود المليجي. من صغره عشق التمثيل وانضم للمسرح القومي. بس في يوم مدير المسرح الشاعر خليل مطران فاجئه وقال له: فصلتك عشان انت مش ممثل. المليجي قال له ان امه مريضة ومحتاج المرتب عشان يعالجها. مدير المسرح ما سمعش، وامه ماتت فعلا بعدها من غير علاج. الراجل اللي قال له مش ممثل ما شافش المليجي وهو بيعمل أكتر من 500 عمل، ولا سمع يوسف شاهين وهو بيقول بخاف من نظرات عينيه قدام الكاميرا. بس في حياته كان في حكاية تانية خالص، أغرب بكتير من الفصل اللي كان في المسرح، وأقصى بكتير. وحكاها هو بنفسه في مذكراته. دفنها بإيده وهي كانت لسه بتتنفس. أخت المليجي كانت مريضة 20 سنة، وفي الآخر ماتت وهو اللي كان بيدفنها بإيده. حزن عليها جدا وكان عايش متحسر طول الوقت. وبعد سنين طويلة راح المقابر يدفن قريب تاني ليه، ولما فتحوا المقبرة لقوا أخته في مكان تاني خالص غير المكان اللي كان حطها فيه بإيديه. وقتها فهم إنها كانت في غيبوبة، وإنها لما صحت حاولت تتحرك وكانت بتصرخ بس محدش سمعها. وقال عنها في مذكراته: استسلمت لليأس وماتت للمرة التانية. دفن أخته بإيديه وهي كانت بتتنفس، وعاش بالحمل ده طول عمره. بس في نفس الوقت ده بره البيت كانت في حياة فنية ضخمة، 500 فيلم. وكان عنده سر في التمثيل محدش كان يعرفه غير اللي بيشتغل في السينما. 1932 بدأ بأدوار صغيرة جدا وبمرتب 4 جنيه. وقف قدام أم كلثوم في فيلم وداد سنة 1936. وفي سنة 1939 جاله دور في فيلم قيس وليلى، وكان أول دور شرير في حياته. ومن يوميها كان لقب شرير الشاشة معاه لآخر يوم في عمره. وفي يوم من الأيام كان في بنت ساكنة في العمارة عنده. لما شافته في الأسانسير رفضت إنها تطلع معاه عشان كانت خايفة منه. شرير السينما اللي الناس كانت بتخاف منه في الأسانسير. بس كان في سر محدش كان يعرفه عنه، إنه كان بيعاني من عمى الألوان. ما كانش بيشوف غير لونين بس، يعني شرير السينما المصرية ما كانش بيشوف ألوان الدنيا زينا. أما بقى كان في التصوير نفسه كان عنده حاجة ملفتة جدا للنظر. في الزمن ده الصوت كان بيتسجل بعد التصوير. المليجي كان معروف إنه بيحرك شفايفه بطريقة خاصة وهو بيمثل، مش مربوط بالكلمات بالظبط لكن بالإيقاع. انا ماليش اهل ولا اخوات ولا عيله ولا حد ابدا. الطريقة دي كانت بتسهل عليه جدا لما بيجي يسجل في الاستوديو بعد كده، لأن الشفايف مش بتبان إن في كلام محدد بالظبط، فبيقدر يتحرك بحرية. وده كان ذكاء احترافي عشان يتعامل مع قيود التقنية. والحكاية دي عملنا عنها حلقة كاملة واتكلمنا بالتفصيل إزاي كانوا بيعملوا مونتاج وخدع سينمائية من غير كمبيوتر واحد. تقدر تشوف الحلقة من القناة. وهنا يجي سؤال مهم: الفلوس بتاعت ال500 فيلم دول راحت فين؟ الإجابة وبكل بساطة في بيته. لأن في بيته كان في واحدة بتتحكم في كل حاجة، حبها زي أمه وخاف منها زي النار. الحكاية بدأت في اسكندرية وهو بيمثل عرض مسرحي. وصلوا خبر وفاة أمه وما كانش معاه فلوس حتى يعمل لها جنازة. زميلته علوية جميل دفعت له المبلغ. المليجي وقتها انجذب لها جدا واتجوزها سنة 1939. الجواز ده استمر 44 سنة.
بس علوية كانت بتتحكم في حياته ومواعيده وصحابه. ولما حب الفنانة لولا صدقي خاف يعمل أي حاجة. ولكنه في سنة 1963 اتجوز في السر من درية أحمد. بس لما عرفت علوية أجبرته إن هو يطلقها فورا. وفي السبعينات اتجوز في السر برضه من سناء يونس، واتفقوا يخبوا الموضوع حفاظا على مشاعر علوية. وبعد وفاته سناء يونس طلبت من الناقد طارق الشناوي إنه ما يكتبش أي تفاصيل. تفتكر راجل كان بيتقال عليه شرير السينما المصرية كان بيخاف من مراته؟ تفتكر كان حب ولا كان ضعف ولا الاتنين؟ قولولنا في التعليقات. بس في لحظة في حياته غيرت نظرة الكل ليه، لحظة خلت أكبر مخرجين يقولوا ده مش بس شرير، ده أعظم ممثل في تاريخ السينما المصرية. في سنة 1970 المخرج يوسف شاهين اختار المليجي لدور محمد أبو سويلم في فيلم الأرض. والمرة دي ما كانش دور شرير، ده كان دور فلاح مصري بيدافع عن أرضه. الكل استغرب، بس شاهين قال إنه أكتر ممثل بارع بيأدي دوره بتلقائية، وإنه في حياته ما شافش أي حد بيأدي نفس الدور بنفس التلقائية. حكاية خضرة دي ملعوب واتعمل عشان حديد الزراعية وصل للبلد. دلوقتي أكبر ما فينا هيتلاف وهيتهت وهيسكت. بلد هتروح والأمر لله. محدش مكوي في البلد دي إلا اللي مرمي فيها. بعد إيه يا شيخ حسون؟ حاربنا سوا أيام الإنجليز وأيام الصلح. رحنا الشام في عز البرد والتلج نحارب. شفنا الموت بعينينا، دفنا مننا ناس في التلج، لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لأننا كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة. وفي ثورة سنة 19 حاربنا مرة تانية مع سعد باشا. حرقنا الغطار، قطعنا سكة الحديد ضد الإنجليز، ضربوه حبسونا، مات مننا أولاد. إنما كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة. وفي الانتخابات اللي فاتت بلاش تتكلم عن النتيجه، انما احنا وقفنا معاك يا شيخ حسونه وسمعنا كلامك. كانت النتيجه ايه؟ انضربنا، اتهنا، لكننا كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. لما كانت حياتنا متعلقه بشعره وبيننا وبين الموت خطوه واحده ما خفناش، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لاننا كنا رجاله وكنا واقفين وقفه رجاله. دلوقتي بقينا فين؟ كل واحد راح لحاله، كل واحد شق طريقه، كل واحد افتكر نفسه ونسي الباقيين. انت يا شيخ حسون انت سبت البلد ورحت البندر علشان تاكل العيش الابيض المتمرغ في تراب الميري. والشفيوس يا عيني على الشفيوس، فتح له دكان علشان يسد لقمة العيش من بصلة الفلاحين الغلابة. أنا إيه؟ أنا رغر فضلت كافي خيري شري، فضلت عايش ساكت وصابر. الفيلم طلع والمليجي اتلقب بأنتوني كوين الشرق، بس للأسف اللقب ده جاله متأخر. قضى أكتر من نص حياته كان مسجون في دور الشرير. السؤال هنا، لو المليجي لقى مخرج زي يوسف شاهين من الأول كان هيبقى أكبر من اللي بقاه ولا لأ؟ قولولنا في التعليقات. ودلوقتي وصلنا للحظة اللي عشانها عملنا الحلقة دي، لحظة مش هتصدق إنها حصلت فعلا، ومحدش في الاستوديو فهم إيه اللي حصل غير بعدين. نهاية المليجي ما كانتش زي أي نهاية ممكن تكون سمعتها في حياتك. يوم 6 يونيو 1983 في استوديو فيلم أيوب مع عمر الشريف، المليجي طلب فنجان قهوة وقعد مع عمر الشريف على نفس الترابيزة، وبدأ المشهد وقال: يا أخي الحياة دي غريبة، الواحد بينام ويصحى وينام ويصحى. ووطى راسه شوية على الكرسي. الفريق كله اندهش من إبداعه في التمثيل. عمر الشريف بنفسه ابتسم وقال له: خلاص يا محمود اصحى، المشهد خلص. لكن محمود المليجي ما ردش وقتها، لأنه كان فعلا رحل وسط ضحكات الفريق اللي كانوا فاكرينه لسه بيمثل. هو كان بيودع الدنيا. المخرج هاني لاشين ما قدرش يقول لعلوية، فقالوا إن هو أغمى عليه إغماء بسيط، واتصلوا بالدكتور عشان يخفف عليها الخبر. ولكن في النهاية كان رحل. رحم الله محمود المليجي، راجل قالوله مش ممثل فبقى الأعظم. دفن أخته بإيده وعاش بالحمل ده طول عمره. شاف الدنيا بطريقة مختلفة عن الناس وخلى بصمته محدش قدر يمحيها. وفي الآخر مات وهو بيمثل موته، والكل كان بيضحك. لو الرحلة دي عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. ادعمونا عشان نقدر نكمل الرحلة، واستنونا في الرحلة اللي جاية. هنروح لزمن فيه أسرار محدش حكاها قبل كده. سلام.